في الفيديو ده هنتكلم عن أشهر وأفظع الإعدامات التي حدثت في الدولة العثمانية. جزء منها كان من نصيب بعض الأمراء، والبعض الآخر للسلاطين والسلطانات. منهم من مزقت شرايينه، ومنهم من خنق أمام والده، ومنهم من خنقت وقطعت أذنيها. ليس من السهل ترتيب هذه الحوادث، لأن كل منهما يعد الأفظع على الإطلاق. في المرتبة الأولى إعدام السلطان العثماني عبد العزيز الأول، حيث أنه في 4 يونيو 1876 ميلاديا أعلن أن السلطان عبد العزيز قد فارق الحياة منتحرا، لكن ابنته الأميرة ناظمة قالت في شهادتها بعد ذلك أن والدها السلطان تم قتله بواسطة 8 مصارعين ضخام الجثة دخلوا على والدها وهي تجلس بجانبه وهجموه، وعندما أراد الهرب منهم لم يجد سلم القصر، فأنهم كانوا قد أخذوه تحسبا منهم لهروبه، وفي النهاية قاموا بإلقائه على ظهره وقاموا بقطع شرايين يده بالموس. وأنهت الأميرة كلامها قائلة: لقد ظلم والدي، فقد تم قتل هذا السلطان أمام أعين ابنته الصغيرة. في المرتبة الثانية الأمير مصطفى الذي تم إعدامه أمام والده. ورد في كتاب السلطان سليمان سلطان البرين والبحرين أن إعدام الأمير مصطفى يمثل واحدة من أكثر الأحداث المحزنة في التاريخ العثماني. دخل الأمير مصطفى إلى خيمة والده وهو على ثقة من نفسه، فلم يكن له علم بما سوف يحدث له، ولكنه وجد أمامه الجلادين الذين كانوا يطلق عليهم لقب الأخرس، وهجموه، وأمسك محمود أغا بالأمير وتمكن من خنقه. لم يستطع الأمير المسكين المقاومة، وألقى مصرعه على الفور. في المرتبة الثالثة إعدام السلطان عثمان الثاني. تعرف هذه الحادثة بالمأساة العثمانية أو الهائلة العثمانية، حيث تم إعدام السلطان الشاب على يد جنوده من الإنكشارية، لأنه لم يرضخ لهم وأراد استبدالهم بجيش من العرب. ويقال أن السلطان عالمة والسلطان قسم هم سبب إعدام السلطان عثمان الثاني. وكما قال الكاتب قندوز في كتابه الدولة العثمانية المجهولة أن إعدام السلطان سليمان الثاني من أكبر المآسي في التاريخ العثماني. في المرتبة الرابعة إعدام السلطان إبراهيم الأول الذي قتل على يد أمه السلطانة قسم طمعا منها في السلطة، فدبرت له مؤامرة لإسقاطه من الحكم ثم قامت بقتله. ومن الجدير بالذكر أن إعدامه كان بعد عزله ب10 أيام فقط. كان يلقب بالسلطان المجنون لاضطرابه النفسي، وإعدامه يعد من أفظع الإعدامات لأنه قد مات بموافقة والدته. في المرتبة الخامسة حادث خنق السلطانة قسم مهبيكر. لم تكن قسم ضحية، فهي من أشعلت النيران، حيث أنها أرادت أن تقوم بقتل حفيدها الصغير محمد الرابع لكي تستطيع من الانفراد بالسلطة والحكم، لكن السلطانة خديجة ترخان عرفت ذلك وأمرت على الفور بالتخلص من السلطانة قسم. ذهب رئيس الأغوات وجنوده إلى جناح السلطانة قسم، لكنها هربت من خلال الممرات. بدأ سليمان أغا بالبحث عنها، وعندما وجدوها قاموا بسحبها وقاموا بتجريدها من المجوهرات، ويقال أن أذناها قد مزقت بسبب ذلك، وقام العبيد والخدم والأغوات بخنقها حتى الموت. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات، واستنوا الفيديوهات الجاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.